لو انت بتعمل الغلطة دي وقف بسرعة، لانك مش هتتحسن في النطق طول ما انت كل يوم الصبح بتتدرب على التانج تويستر. اوعى تفتكر ان الطريقة دي هي اللي هتخليك تتحسن في النطق. تعال اقولك الطريقة ازاي. اول حاجة، اولا كده اي حد في الدنيا بيجي يتعلم في البداية ازاي يمشي، وبعد كده بيتعلم المشي، وبعد ما بيتعلم المشي بيتعلم ازاي ان هو يمشي مسافات اطول، وبعد كده بيبتدي ان هو يتعلم الجري. تعال نطبق دوت على اللي احنا بنقوله. اللي احنا بنقوله كالتالي: ان انت بتتعلم الاول حركة الصوت وحركة البق وحركة شفايفك بتبقى ازاي، بعد كده بتتعلم على نطق الكلمة، بعد كده بتبتدي انك تتعلم الكلمة دي وسط جملة وتكررها اكتر من مرة بشكل صحيح وليس خاطئ، بعد كده بتبتدي انك تتعلم نطق مجموعة من الكلمات متشابهة وتحاول انك تنطقها بشكل صحيح. تعال بقى نقيس كل دوت ونشوف. لو انت من البداية بتتعلم على التانج تويستر وانت اصلا مش بتنطق الحروف بشكل صحيح، خصوصا تي اتش ساوند والبي ساوند، فهل هتتعلم ولا لا؟ اكتب لي في الكومنت تحت وما تنساش تتابعني. سلام.